ايوه، زي ما انت قريت في العنوان كده، الموبايل ده فعلا هينفجر من الامكانيات اللي فيه، وده هو الشاومي 17 الترا. الموبايل ده واحد من اقوى الموبايلات اللي في 2026. التصميم بتاعه شيك قوي ومينيمال. اللون اللي معايا هنا لون ابيض لؤلؤي كده مط، مع الفريم الفضي اللي من المعدن، طبعا ظهر كله من الازاز المط اللي بيديله ملمس فخم قوي. حلقة الكاميرات او بروز الكاميرات الكبيرة جدا اللي تتحل لما تركب له الجراب الشفاف اللي جاي معاه. ولو بصيت هنا على الكاميرات هتلاقي براند لايكا المشهور جدا. هنتكلم على الكاميرات باستفاضة جدا جدا كمان شوية، ولكن التصميم بسيط، تصميم بوكسي مربع، عاجبني جدا، شيك جدا، ما فيهوش بهرجة. وانت ماسك الموبايل كده تحس ان هو موبايل بريميوم فعلا، او مش تحس، هو موبايل بريميوم اصلا يعني. كمان مضاد للماء الغبار بشهادة IP69. ما عندكش اي مشكلة خالص ان انت تنزل تصور بالموبايل ده تحت الميه. لما تقلب الجهاز على وشه شاشه 6.9 بوصه، شاشه عملاقه جدا بحواف يعتبر منعدمه. الحواف هنا من اصغر الحواف اللي انا شفتها في اي موبايل، يعني لما بحطها جنب ال 17 برو ماكس فعلا اللي هو حوافه صغيره قوي، بلاقي ان الشاومي اصغر. شاشه نوعها LTPO AMOLED بتدعم ال 64 بليون لون. الشاشه هنا 12 بت مش 10 بت او 10 بت زي الشاشات الثانيه ال 1 بليون لون. بتيجي بريفرش ريت 120 هرتز، والبيك برايتنس تقريبا بتاعها 3500 نت. الشاشه كمان عليها طبقه حمايه اسمها شاومي شيلد جلاس، تبع شاومي هي اللي عاملاها عشان ضد الكسر والخدش والكلام ده كله. فالشاشه دي زي ما انا قلت 10 من 10. موبايل بيجي باعلى الامكانيات اللي ممكن تتخيلها في اي موبايل اندرويد. معالج سناب دراجون 8 اليت جن 5 مع رامات بسعه 16 جيجا وذاكره داخليه 512 جيجا من نوع UFS 4.1. طبعا للي متابع، الرامات غليت جدا جدا في العالم بسبب الاي اي والكلام ده كله، بسبب الديماند العالي على الرامات، الطلب العالي على الرامات بشكل عام. كون ان هم ينزلوا موبايل 16 جيجا رام حاليا ده شبه اعجاز، لان للاسف الموبايلات اللي هتنزل بعد كده هيرجعوا من 16 ل 12 و8. هنرجع تاني في موضوع الرامات ده عشان ما يغلوش قوي اسعار الموبايلات. فالنسخه اللي انا بجربها هي ال 16 جيجا رام 512، وفي نسخه تانية 1 تيرا. طبعا انا مش هتكلم عن الاداء لان ده كلام مفروغ منه. مش هقعد اقول لك ان هو ما بيهنكش، ما بيقطعش فريمات، ده طبيعي. ده واحد من اقوى الاجهزه اللي انت هتجربها في 2026. اختبار انتوتو بنش مارك، الموبايل ده الثالث عالميا، مفيش فوق غير اتنين، الريد ماجيك والاي كيو 15. ده الثالث عالميا من حيث السكور على انتوتو. فانت هنا واخد اقوى العتاد دي، اقوى الامكانيات اللي انت بتلاقيها في اي موبايل اندرويد. عشان كده بقول لك الموبايل ده هينفجر من كتر الامكانيات. طيب نيجي بقى للكاميرات، لان ده برضو واحده من احسن الكاميرات اللي هتلاقيها في اي موبايل برضو اندرويد. عندك هنا كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل بسنسور حجمه 1 انش، طبعا مش اول مره نشوف السنسور ال 1 انش. وعندنا هنا 50 ميجا بكسل الترا وايد، وعندنا كاميرا بدقه 200 ميجا بكسل بيريسكوب او زوم. كاميرا هنا بتعمل زوم حقيقي من 3.2 اكس ل 4.3 اكس اوبتيكال. يعني وانت بتعمل زوم من 3.2 ل 4.3 وبصيت على الكاميرا اللي ورا البيريسكوب دي، هتلاقيها فعلا بتقرب وتبعد اوبتيكال حقيقي قدام عينك. وكمان كون ان هي 200 ميجا بكسل اصلا، الكاميرا دي بتديك تفاصيل مرعبه لو شغلت الوضع ال 200 ميجا بكسل. وفعلا لما تيجي تزوم في اي مكان في الصوره هتلاقيه شارب جدا ومليان تفاصيل مرعبه. الكاميرا برضو الاساسيه بتطلع صور حلوه جدا جدا، دايناميك رينج وتوليد الالوان ممتازين جدا، والتفاصيل اللي بتطلع في الصوره لو شغلت وضع ال 50 ميجا بكسل رهيبه جدا. والاهم من كده ان بالليل الموبايل ده مش بيفقد التفاصيل اللي بيطلعها دي. التفاصيل اللي بيطلعها بالليل رهيبه جدا زي ما انتم شايفين. وحتى لو زومت بالليل هتلاقي تفاصيل، مش هتلاقي اوفر شاربنينج، مش هتلاقي حاجه غريبه بتحصل في الصوره. كاميرا الالترا وايد برضو ممتازه جدا 50 ميجا بكسل، مش هتحس ان انت نزلت قوي بالاداء او نزلت قوي بالجوده. عموما كاميرا حلوه قوي. وحاجه زي الفيديو، الموبايل ده بيصور فيديو بدقه 8K 30 فريم في الثانيه. في موبايلات كتير قوي بتصور 8K، لكن مش هقدر اقول اقوى فيديو في العالم. طبعا الايفون هو مازال ملك الفيديو، ملك التفاصيل اللي في الفيديو، ملك ان هو يصور فيديو بشكل عام. ولكن برضو ده واحد من اقوى الموبايلات اللي بتصور فيديو في عالم الاندرويد. عندك ان انت ممكن تصور فيديو بتقنيه الدولبي فيجن
عادي جدا. عندك خاصيه التليبرومتر هنا، لو انت عندك سكريبت بتقوله ممكن تقراه وانت بتصور فيديو. الحاجات اللي ما عجبتنيش شويه في الكاميرا هو الابلكيشن بتاع شاومي، ما زال ان هو ابلكيشن ان انت صعب التعامل معاه. يعني مثلا لو عايز تصور صوره ماكرو هتلاقي سهم فوق كده، بص تحت لو دوست عليه هتلاقي الاوبشن بتاع السوبر ماكرو، الاوبشن اللي قبل الاخير تدوس عليها يفتح لك السوبر ماكرو. غير كده دي النسخه اللي هتنزل مصر. الموبايل ده نازل مصر بشكل رسمي. الموبايل ده فيه نسخه صينيه منه. النسخه الصينيه بيبقى فيها عدسه من ورا بتعمل زوم زي الكاميرات كده، يبقى تبقى ماسك الموبايل وبتعمل زوم من العدسه اللي ورا. هنا مفيش زوم، هنا الرينج ده ما بيتحركش. وكمان النسخه الصيني فيها فلاتر لايكا محطوطه في الجهاز عشان تديك او تعمل سيميوليشن او تعمل محاكاه لكاميرات لايكا القديمه. هنا مفيش، انا مش عارف ليه، مع ان دي حاجه سوفت وير. يعني الهاردوير لايكا، الكاميرات هنا لايكا عادي جدا. ولكن نظام الكاميرات زي ما انا قلت ده واحد من افضل النظام الكاميرات اللي انت هتجربه في 2026 حرفيا. يعني الكاميرا اللي هنا خرافيه جدا جدا، ومع كل صوره بتصورها الصوره بتطلع حلوه قوي، بالذات لما تقعد تزوم كده وتشوف التفاصيل اللي حوالين الصوره. الدايناميك رينج، الالوان اللي بيطلعها الموبايل حلو جدا الصراحه. البطاريه هنا 6000 ملي امبير، كان نفسي ان هي تكبر شويه تبقى 6.5 7000، ولكن البطاريه هنا كملت معايا اليوم عادي جدا. مع تجربه الجهاز، مع انتوتو بنش مارك، مع ان انا بلعب على الجهاز بجرب الجهاز، كملت معايا اليوم بدون اي مشاكل. والشاحن اللي جاي في العلبه شاحن 100 واط، ولكن الموبايل ده بيدعم الشحن ال 90 واط اللي بيشحن البطاريه دي من 0 ل 100 في 43 دقيقه تقريبا، بيشحنه من 0 ل 73% في 30 دقيقه، نص ساعه. شحن برده مازال سريع جدا. الموبايل ده برده بيدعم الشحن الوايرلس بقدره 50 واط، شاحن وايرلس سريع. طبعا لازم تجيب الشحن الوايرلس السريع عشان يدعمه، ولكن دي حاجه ممتازه جدا. الموبايل ده فيه IR عشان تستخدمه كريموت كنترول للتكييف، تلفزيون، لاي حاجه بتستخدم ريموت. دي حركه حلوه قوي بحبها في شاومي ان هي مش بتشيلها في كل الاجهزه. ولكن سيبك من IR والكلام ده، الموبايل ده خامات وتصميم وشاشه تحفه، شاشه جباره. اعلى معالج في الاندرويد، 16 جيجا رام، 512 جيجا ذاكره داخليه، UFS 4.1، اداؤه خرافي طياره. اي نعم السوفت وير بتاع شاومي الهايبر OS هو مش افضل سوفت وير في الكستمايزيشن، يعني محدود شويه في الكستمايزيشن بتاعته او التعديلات بتاعته اللي انت بتعملها السوفت وير. يعني مثلا زي ان انا عايز اعمل الايقونات دارك، يعني الايقونات نفسها دارك، لا مفيش دارك، في الوان، في ان انت تعمل الايقونات الوان، يعني حاجات بسيطه كده انا بركز فيها. ولكن غير كده بشكل عام الموبايل تحفه خرافي. طيب الموبايل ده طبعا يا باشا هينزل غالي، وانت طبعا معكش فلوس. ثانيه واحده، تقدر تشتري الموبايل الخطير ده الشاومي 17 تي، اصغر فرد في عائله الشاومي 17. عندنا التي ده، وعندنا الشاومي 17 تي برو، وعندنا الالترا. الموبايل ده حرفيا عاجبني جدا جدا. عندك الشاشه 6.6 بوصه من نوع اموليد، الشاشه هنا 12 بت زي اخوك كبير جدا، 68 بليون لون. الحواف بتاعتها الصغيره جدا جدا، الحواف هنا بتوصل ل 1.5 مللي تقريبا. المعالج اللي فيه الدايمنسيتي 8500 الترا مع 12 جيجا رام وذاكره 256 جيجا ونوع ذاكره UFS 4.1 زي اخوه الالترا. طب خد عندك دي الكاميرات لايكا زي الالترا بالظبط، والكاميرا الرئيسيه 50 ميجا بكسل برضو. طبعا السنسور مش 1 انش زي الالترا، ولكن كاميرا حلوه جدا. وكمان عندنا بيريسكوب 50 ميجا بكسل، اوبتيكال زوم لغايه 5 اكس. الكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل هتديك صور كويسه جدا. موبايل بيصور فيديو بدقه 4K 60 فريم في الثانيه بدون مشاكل. بطاريه بسعه 6500 ملي امبير، بطاريه كبيره جدا، مع شحن 76 واط، الرقم الغريب بتاع شاومي، ولكنه شحن سريع. فالموبايل ده برضه هيديك شاشه قريبه جدا جدا من اخوه الالترا. هيديك كاميرات، طبعا الالترا اقوى، لكن هيديك كاميرات كويسه قوي قوي. يديك نفس سماعات الاستيريو. حتى الموبايل ده فيه هابتك فيدباك اللي بيديك نقرات ونبضات زي اخوه الكبير بالظبط. وبس كده، دي كانت كل حاجه في السريع عن الوحش الشاومي 17 الترا. وذكرت كده اخوه الصغير الشاومي 17 تي. في الاول في الاخر ده رايي، قولوا لي انت رايك تحت في الكومنتات، ايه رايكم في الموبايلات دي. وما تنساش لو عجبك الفيديو ده تدوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.